اخي الكريم. مرحب مع المستشار. اهلا وسهلا. اول شيء اتشرف بتواجدي معك يا اخي يوسف والاخوان كلهم اللي موجودين معك في الاستديو. انا سامع الحوار من اوله. خليني داير اقول كلام لا يحتمل التأويل، كلام واضح وصريح ابدا فيه الحوار. شعب السودان واهلي في السودان انا اعتبرهم بلدي الثاني. السودان غالي علي. انا طبيبي الشخصي اللي يشرف على حالتي واللي بيعالجني واللي امنوا على روحي بعد الله سبحانه وتعالى الدكتور عبد المنعم من السودان. احنا علاقات تمتد لعشرات ومئات السنين. اخواننا في السودان في المملكه العربيه السعوديه وفي الخليج ملايين. احنا عاشقين للسودان. انا ارجع واقول لم اقابل في حياتي سوداني الا وجدت فيه الثقافه والاخلاق والامانه والنزاهه وحسن الخلق والادب. انا داير سمعت الكلام اللي من الضيوف كلهم، وسمعت التقييم المبدئي للاستثمار في السودان في الهلال السوداني قيمه العلامه. الاخ يقول 10 مليون دولار، انا اشوف المبلغ اكبر من كده بكثير. ان شاء الله العلاقه ليست علاقه ماديه، ليست علاقه، هي علاقه اخويه، علاقه متبادله. احنا اخوان قبل كل شيء. دايرين سيد البلد يكون سيد افريقيا قبل كل شيء. الهدف بالنسبه لنا، انا حطيت ايدي بيد اخويا هشام الصباط لاني سمعت عنه كل خير وعارف محبته للهلال ولفريقه وشغله. هدفي ليس فقط الاستثمار في الحجر لكن ايضا الاستثمار في البشر. لازم الاستثمار مع الحجر يكون ايضا استثمار في البشر. جالسين احنا نتكلم، انا من البدايه انا جالس الان ادرس موضوع الاضاءه في الاستاد. جالس ادرس موضوع المحترفين. امنيتي اني ارى في الملاعب السودانيه وفريق الهلال محترفين على مستوى عالي يليقوا باسم الهلال، يكونون مضرب مثل مو في افريقيا بس بل برضو ايضا في العالم. احنا جايين باهداف زي ما اقول لك، داير ما يكون سيد البلد سيد افريقيا كلها. جالسين نتكلم كمان نفكر في موضوع المتجر، متجر النادي، التيشيرتات، الرعايات المستدامه التي يعني تحفظ حقوق النادي. انا اخذت اللقاح قبل فتره من 5 و6 ايام والحمد لله، وانتظر اخذ الجرعه الثانيه، وان شاء الله في فبراير ان شاء الله اقدر ازور السودان ان شاء الله، وازور المنشآت وازور اخوي هشام اللي ادعمه في الانتخابات وفي ظهره، ونقف باعيننا على المنشآت وعلى احتياجات النادي. انا مهم بالنسبه لي اني اكون جاي ومعايا رعايات، على التيشيرت نفسه، معايا استثمارات على التيشيرت نفسه، على لوحات الملعب. دايرين نضبط الاضاءه ان شاء الله وارضيه الملعب، ايضا الاكاديميه، ايضا كوادر التدريب سواء الوطنيه السودانيه ومعايشتها مع اعرق الانديه في اوروبا، او سواء جلب كوادر تدريبيه اوروبيه على اعلى مستوى لرفع كفاءه اللاعب السوداني ولاعب الهلال بشكل اخص. اهدافنا كبيره وطموحنا كبير. ليس هدفنا مادي، ليس هدفنا عوائد، هدفنا خدمه الهلال وخدمه اخواننا في السودان وسعاده شعبنا في السودان واخواننا في السودان والهلاليين خصوصا وسيد البلد زي ما اقول لكم داير يكون ان شاء الله سيد افريقيا. مهم انه انا اتمنى ان الاتحاد السوداني والاخ شداد انه يراعي مساله المحترفين ويرفعوا عدد المحترفين الى 5 عشان تنافس الانديه السودانيه في بطوله افريقيا اسوه بزملائها الفرق الافريقيه الاخرى. دايرين نجيب اعلى لعيبه قادرين نقدر بالتنسيق مع الاداره ومع الكفاءات الموجوده في الاداره وطلباتهم ان شاء الله تكون اوامر
وإن شاء الله نشوف أعلى محترفين موجودين في تاريخ الكرة السودانية إن شاء الله والكرة الأفريقية. وأيضا زي ما قال أخي الكريم، الاستثمار في التيشيرت واللوحات الإعلانية والاستثمارات المستدامة وتطوير نفس القناة، حتى قناة نادي الهلال تطويرها وتطوير النقل التلفزيوني وتطوير الاستديوهات التحليلية، يعني ملف يكون كامل وتوأمة مع عدد من الأندية الأوروبية. هدفي وطموحي إن يوم أشوف ريال مدريد أو برشلونة أو اي سي ميلان أو مانشستر يونايتد جايين يلعبوا في السودان ضد الهلال السوداني إن شاء الله. هذا الهدف ليس بعيد إن شاء الله، يدي بيد هشام الصوبات إن شاء الله نحقق كل الأماني زي ما أقدر أقول. وإن شاء الله في انتظار مباراة يوم الخميس إن شاء الله. أيضا أنا أتمنى من اللعيبة يشدوا حيلهم، وإن شاء الله تكون في مكافآت مجزية أيضا للعيبة في كل البطولات إن شاء الله، لأن الحافز المادي أيضا يؤثر في نفسية اللعيبة والكادر الإداري والكادر الفني. أنا جاهز بكل شيء. أنا تشرفت بالمكالمة ليكم. زي ما أقدر أقول، اللي أقدر أقوله الهلال أمس لن يكون الهلال غدا إن شاء الله. بيدي بيد هشام الصوبات والرجال اللي معاك في الاستديو والأخوان كلهم في السودان، إن شاء الله نقدر نرفع اسم الهلال أفريقيا وعربيا ودوليا لأعلى المستويات. أنا للأسف لا أستطيع أني أسمع صوتك، لكن أنا اللي أقدر أقوله إن شاء الله سترون ما يسركم، وإن شاء الله دايركم في فبراير، وإن شاء الله منشآت وكوادر تدريبية ولاعيبة على أعلى مستوى للهلال السوداني وجمهوره. أيضا أنا أتمنى من الأخ هشام الصوبات الآن أنه أي شركة عالمية للملبوسات سواء أديداس، بوما، نايكي، أي شركة تليق باسم نادي الهلال، أنه يكون تيشيرت نادي الهلال يحمل شعارها. احنا جاهزين في كل الملفات. انا جاي ومعي ملفاتي وجاي جاي اشتغل على ارض الواقع، وجاي احقق اهداف، وجاي انا اقول لكم وارجع اقول انا عاشق للنجاح. واللي عاشق للنجاح بيجي ينزل مع شغله ويشتغل بايده لغايه ما يحقق هدفه مع اخوانه السودانيين ان شاء الله ومع اخي هشام الصوبات. في الاخير انا اطلب منكم ومن كل أخ سوداني وأخت سودانية، أنا بكره لقب معالي المستشار أو اسم المستشار. سموني أبو ناصر، أنتم إخواني وهذا الاسم هو اللي غاب علي. أنا اسمي أبو ناصر، من اللحظة هذه أنا ما داير زول يسميني إلا أبو ناصر، ولا ست في السودان ما تسميني إلا أبو ناصر. هذا اسم المستشار أو معالي المستشار، هذا اسمه أنا بيضايقني. أنا اسمي أبو ناصر، وافتخر اني اكون اخو من اخوانكم، وافتخر اني اكون في السودان، وافتخر بالرئاسه الشرفيه لواحد من اعرق الانديه في افريقيا وفي عالمنا العربي. شكرا لكم. للاسف انا ما اقدر اسمع صوتكم ولا اقدر اسمع اسئلتكم. اتمنى اني اكون وضحت الامور. يدي في يد هشام الصوبات، وانا بظهر هشام الصوبات، وان شاء الله دايرين نكون اسياد افريقيا، سيد افريقيا مو سيد البلد بس. شكرا لكم. شكرا ابو ناصر، مش كده؟ ايوه ابو ناصر، تحياتنا له وسعيدنا جدا بمشاركتك معنا عبر برنامج هتاف المصاطب، وامنياتنا لك بالتوفيق، واحنا شاكرين لك مشاعرك الطيبه تجاه السودانيين، واكيد نحن بنباد لك ونبادل اشقائنا في المملكه العربيه نفس المشاعر، وان شاء الله ربنا يديم الوصل الجميل والعلاقه الطيبه بين الشعبين الكريمين.